صباح السعادة وصباح الرضا، صباحنا مشرق بنور الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب يا رب ابدا لا يخيب. اذكروا الله وقولوا لا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب يجعل لساني عامر بذكر الله، وقلوبنا كده يا رب منورة بنور الله. النهارده اول يوم في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بالخير وبالصحة وبالسعادة وبالرضا يا رب. ربنا يجعل لنا نصيب فيه يا رب، نكون من عتقائنا من النار. يا رب يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تعالوا النهارده نشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. وأول حاجة عملتها النهارده في أول يوم في رمضان، عملت الحلويات اللي هي ايه يا ماما؟ المهلبيه. طبعا كلنا ستات بيوت بنعملها، تمام. انا عملت المهلبيه وجهزتها كده بدري عشان تبقى ايه ساعة الفطور، تمام. طبعا بتجيبي كيلو لبن، اللي مش عارف الطريقه ممكن اعملها له تاني عادي. بس هي كيلو لبن بتنزلي عليه بثلاث معالق كبار من النشا، 2 ظرف من الفانيليا. لو عندك كيس كريم شانتيه بتحطيه، ما عندكيش يبقى كده تمام. تمام. وقت ما اللبن بده يغلي بتكون مدوبه الثلاث معالق نشا في ربع كوبايه من اللبن، وبتعمليه وبتعبيها في الاطباق وبتزينيها بالمكسرات الموجوده في بيتك. تمام. انا كان عندي اللي هو الزبيب العادي وجوزة الهند العادية، ما فيش افتكاس هنخترع يعني، تمام. هو ده اللي كان موجود عندي، والحمد لله فضل وعدل منك يا رب. وعملتهم كده بألف هنا وشفاه لكل اللي أكل منها. تمام كده أهو. دي أول حاجة عملتها النهاردة. تمام. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ما تنساش لايك الفيديو واشتراك في القناة. بحبكم في الله حبايبي، واللي لسه مشتركش يسعدني ويشرفني أن تشتركوا معانا في القناة حبايبي. بحبكم في الله. تابعوا معايا الفيديو للآخر. عملنا الحلويات زي ما انتم شفتوها معانا. تعالوا بقى على العصير. اول حاجه عملتها في العصير ايه؟ اللي هو العرق السوس. ده عرق سوس يا بنات، انا مخمراه. بتجيبيه طبعا من اي عطار، تمام. بتنزلي عليه بربع كوبايه من الميه السخنه، وبتعجنيه كده بايدك لحد ما بيديكي القوام ده. لو مش منضاف له اي حاجه بتضيفي له ربع معلقه صغيره من الكربونات، تمام. وهنا خمرت برده كوبايه من البلح الناشف. طبعا بتشيلي النوى بتاعه وبتغسلي غسله كويسه وبايه، وبتخمريه عشان ساعة العصير يكون جاهز معاكي، تمام. يبقى دول أهم حاجة أنا عملتهم كده من بدري، علشان دول اللي هياخدوا وقت معانا. هنشوف الغدا بتاعنا النهارده. أنا معايا اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله وقولوا لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا معايا هنا فرخة اهيت، طبعا أنا راجعاها في ليمون وملح وخل. واللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل الفطار بتاعنا النهارده. انا امبارح كانت جمعه طبعا، فكنت عامله محشي، وكان باجي عندي محشي، بس حسيت ان هو مش هيكفي النهارده. وكنت عامله جلاش برضو وفاض منه طبق، يعني باجي عندي طبق محشي وطبق من الجلاش. فقلت هعمل ايه يا بنتي يا ام منى؟ رحت مطلعه فرخه وقلت هعمل عليها البطاطس حبتين 2 علشان الاكل ما يفضش معايا، لان ما بحبش الاكل اللي بيكون بايت. ومعايا الخضار اللي هتبل بيه الفرخه بتاعتي، معايا طماطم ومعايا بصلتين ومعايا قرن فلفل. هغسل الخضار وعشان نرجع نتبل الفرخه بتاعتنا ونشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. هعمل حبتين البطاطس على الفرخ مع الفرخه في صينيه واحده في الفرن، وهعمل شويه رز بالشعريه وهعمل شويه سلطه. واليوم بتاعي هيمشي عادي خالص، وربنا يا رب يتقبل منا صيامنا فيه، وهيكون فطارنا سهل وبسيط. واللي حابه تعمل محشي تعمل. انا كنت عامله امبارح بسرعه وباجي عندي، فهمشي اليوم النهارده بالاكل اللي عندي من امبارح ومعاه حاجات بسيطه خالص. اعمل حبتين البطاطس زي ما انتم شايفين مع الفرخه في الصينيه، وهعمل شويه رز بالشعريه وشويه سلطه، وكفى بالله السر عليم، وكفى بالسر عليم فعلا زي ما بيقولوا، تمام. اهم حاجه ما تنسيش الورد بتاعك تجريه، ما تنسيش تصلي على النبي كتير في رمضان. واللي انتي مستغنيه عنه تقدري تطلعيه، مش شرط يكون عندك كميات عشان تطلعيها، تمام. قد مقدرتك. واللهم صل على سيدنا محمد. لو فرخه واحده مستغنيه عنها ممكن تطلع لها اي حد محتاج. ربنا يا ربي يرزقنا فيه الثواب. ده شهر خير وشهر بركه وشهر رزق، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود علينا بالصحه والخير واليمن والبركات. بحبكم في الله. هغسل الخضار بتاعي وهغسل الفرخه بتاعتي ونرجع مع بعض نتبل الفرخه بتاعتنا. تابعوا معايا الفيديو لله. غسلت الفرخه شايفين ونضفتها وروقتها، وفتحت الصدر كده. بحب افتحه، مش بحب الصدر يكون ملعبك كده، لا بحب افتحه اهو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين محلول النجع اللي بعمله بخلي الفراخ شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. غسلت الفرخه، غسلت الخضار. مين اللي زي حالتي كده بيقشر الطماطم؟ انا بحب اقشر الطماطم، مش بحب تفل الطماطم انا يا بنات، تمام.
هخرط الخضار وهرجع معاكم نتبل الفرخة. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، وليكوا بالمثل إن شاء الله. اللي بيدعي دعوة حلوة له بالمثل يا رب العالمين. خرطت الخضار مع البصل والفلفل والطماطم. انزلوا بقى عليها بايه؟ بالبهارات بتاعتها. طبعا مش بحب صينيه البطاطس بالفراخ تبقى ما فيهاش افتكاسات. اول حاجه انزل عليها بالفلفل الاصفر، تمام، معلقه من الشطه، الكمون ولا ايه، اسف، يبقى فلفل اسمر، وادي كمون، تمام، كزبره ناشفه، كل حاجه معلقه، تمام كده. معانا بهارات فراخ، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وادي معلقه صغيره من الشطه ومعلقه من البابريكا، يبقى كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، معلقه من البابريكا، معلقه من بهارات الفراخ، وشويه شطه لو بتحبيها سبايسي. انا حاطه فلفل برضو، والفلفل طلع سبايسي شويه، بس الاكل ما بيكون سبايسي بيكون كويس، تمام. نمسك الخضار ده كله كده ندعكه مع بعضه. بسم الله بسم الله. طبعا اللي بتوع وجالوا وعدنا دول خليكم مع في جنب كده يا جماعه. احنا طبعا ايدينا نظيفه وعارفين ان احنا بنشتغل بايدينا. اللي حابه تلبس جلافز في ايدها تلبس. هتمسكي الخضار كده تدعكيه بالبهارات اللي حطيتيها علشان ينزل البصل، ينزل الميه بتاعته هو والفلفل والطماطم، تمام. احلى خلطه ممكن تعمليها. حابه تضربيها في الكبه مفيش مشكله، حابه تعمليها زي ما انا مقطعه عادي برده ما فيهاش اي افتكاسه، تمام كده. الخضار بتاعي بقى جاهز. هجيب بقى الفراخ. بسم الله. طبعا انا فاتحه بين الجلد واللحم كده، همسكه احشيه كده ودعاكي بقى ايه الفرخه بتاعتك بالخضار اللي انت عاملاه اهيت. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا رسول الله محمد. لا اله الا انت سبحانك يا رب. وادي بتحشي بين الجلد بتاع الوراك، وادي الصدر طبعا زي ما انتم شايفين وانا فاتحاه معاكم. تمسكيه كده تدعكيه بالخضار اللي انت عاملاه اهوت. ادي الكتف بيكون كده يا بنات، بس انا بروح جايه فاتحاه علشان ما يكونش متفل معانا. لما كده بيطرى بياكل كله من التتبيله. وادي شكل الفرخه بتاعتنا وشكل الخضار بتاعنا، وهيكون فطار سهل وسريع كده. ده الرجول ده اهم حاجه، دي اهم حاجه عند امنا، الرجلين بتاعت الفرخه. بتوعي يا بقى اركنوا والنبي على جنب، بس انا مش طالبه خالص يعني، اركنوا، تمام اهوت. وادي الفرخه بقت جاهزه معانا. بسم الله ما شاء الله اهيت، شايفين والله تتاكل اكل اصلا من غير اي حاجه. وانا عملت معاها بسم الله الرحمن الرحيم كده، هي كده بقى جاهزه معايا. هسيبها في التتبيله دي حوالي نص ساعه لو انت عاملاها من بدري شويه، بس انا عشان الوقت اساسا عشان العصر خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. هسيبها حوالي نص ساعه بس في تشرب من الخضار اللي انا عاملاه. وبعد كده هروح جايه مقطعه البطاطس عليها وهديها تشويحه بس على البوتاجاز عشان تشتغل بسرعه فين في الفرن. وهدخلها الفرن وهعمل معاها شويه رز بالشعريه وشويه سلطه، وهوريكم شكل الفطار بتاعنا يكون ازاي. بحبكم في الله حبايبي. ما تنسوش دعوه ليا حلوه كده من قلبكم. ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا. ربنا يا رب يشفي كل مريض، لا يعلم بحاله الا انت يا رب العالمين، بحق الايام الفضيله والايام المفترجه عندك. بحبكم في الله. تابعوا معايا الفيديو للاخر. بعد ما طلعت من الفرن شايفين بسم الله ما شاء الله اهي احلى صينيه فراخ ممكن تاكليها بالطريقه دي. ولا ضفت طماطم، هو الطماطم اللي خرجتها مع البصله والفلفل وبس. وادي شكل الصينيه بعد ما طلعناها من الفرن. تعالوا بقى اوريكم شويه رز بالشعريه يستاهلوا بكوكو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله اهوت، شايفين اهو. عملت كمان شويه رز بالشعريه، وده الفطار بتاع النهارده اهو. سيب بس الرز يستوي كمان شويه. وعملنا خضره شوفوا انتوا شايفين اهوت يفتح النفس. وهنغرف الفطار بتاعنا. وعملت ايه تاني يا منى؟ طلعت معايا هنا ايه بسم الله ما شاء الله. هنا طلعت معايا في شفشة الخلاط حبايه مانجا عشان هعمل عصير مانجا. وهنعمل عصير البرح اللي احنا مخمرينه وعرجسوس. وكان الله بالسر عليم. ده هيكون الفطار بتاع النهارده. يا رب يعجبكم نور رضاكم. بحبكم في الله. ما تنسوش لايك للفيديو
وهوريكم شكل الفطار بتاعنا النهارده، ويا رب يكون خفيف على قلوبكم. بحبكم بالله، يا رب تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه. خدوا مني الفكره واعملوها. ربنا يا رب يصلح لنا وحالكم جميعا ويصلح ما بين ايدينا، اللهم امين. كده بعد ما غرفنا الفطار بسم الله ما شاء الله، معانا البطاطس، معايا سلطه، وادي المحشي اللي باقي من امبارح، وادي الجلاش برضو، وادي الرز بالشعريه. كان ده اليوم بتاعنا النهارده، وفطارنا كان بسيط وسهل. يا رب يعجبكم كده، يا رب يضركم. وادي الفراخ بتاعتي، واللهم صل على سيدنا محمد. وشكل العصير معايا هنا البلح، ومعايا المانجا، ومعانا عرق السوس. كل سنه وانتم طيبين. بحبكم في الله يا حبايبي. يا رب كده يكون اليوم خفيف على قلوبكم. بحبكم في الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستنونا على خير في الفيديو الجاي باذن الله. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. اشوفكم على خير. سلام عليكم.